قبل ما نبدأ ما تنساش يا حبيب أخوك تعمل لايك للفيديو لأنه بيفرق في انتشار الفيديو كتير. فيلمنا بيبدأ لما بنشوف بنت صغيرة بتصرخ من ورا شباك المستشفى، وبعدها بنشوف حريق كبير حصل في المستشفى، ومن الواضح إن البنت هي الناجي الوحيد. وبنشوف رجل المطافي بيتأكد من سلامتها، ولكنها بتكون في دنيا تانية. وبعد الحادثة بفترة بنروح لواحدة اسمها شالي، وبتكون معاها مكالمة تليفون، وبنسمعها بتقول للي بتكلمه إنها هتكون موجودة بكرة في الميعاد، وبتقفل التليفون معاه. وفجأة بتشوف إن القطة بتاعتها بقت في ثواني من الناحية التانية من البسين، وفي لحظة تانية بتلاقيها اختفت، وبتقوم علشان تدور عليها لكنها مش بتلاقيها. وبتشوف فقاعات خارجة من المية فبتقلق عليها، وبتنزل عشان تتأكد منها. فجأة بتلاقيها ظهرت تاني بره المية، ولكن بتلاحظ إن في شيء في المية بيتحرك. وفجأة بنشوف إيد بتخرج من المية وبتاخدها للقاع من غير أي حركة، ونفس الإيد بنشوفها بتاخد القطة كمان معاها. وبعدها بفترة بنروح لحفلة لمجموعة أصدقاء، وبنشوف واحدة اسمها باث وهي صاحبة الحفلة، وبتقول لصديقها جاك إن لين صديقتها بلغتها إنها مش هتيجي للحفل. وبعدها بيرن جرس البيت، وبتروح باث عشان تفتح الباب، ولكنها بتشوف رؤية لحظية لشخص تاني غيرها بيبص من العين السحرية. ولكن الرؤية مش بتكمل. المهم بتفتح الباب وبتكون لين، وبتاخد باث وبتطلع للدور اللي فوق لما بتعرف إن جاك في الحفل. وأثناء ما هما بيتكلموا عن صاحبتها شالي اللي ماتت في البسين، بيرن تليفون لين فبتشوفه باث، وبيطلع رقم شالي هو اللي بيرن على لين، فبترد عليه لين وبتفضل في صمت للحظات. وبتدي التليفون تاني لبث اللي بتسمع إن اللي على التليفون هي نفسها لين، وبتسمعها بتصرخ وبتستغيث بحد. وبنروح بعدها للمفتش جاك اللي بيعاين مكان جريمة وقعت من شوية، وبنشوف دكتورة الطب الشرعي بتقوله إننا وقفنا تشريح لما اتصلت بينا، وبنفهم من كلامها إن الضحية هي أخت المفتش جاك واسمها جين. وبتنصحه الدكتورة إنه ما يدخلش ويشوف الجثة، لكنه مش بيهتم وبيدخل جاك عشان يلقي نظرة، لكنه بيتصدم من المنظر. ولما بيرجع عشان يبص تاني بيلاقي حبارة لونها أحمر في بق الجثة. وبنروح للين اللي بتكون في مدرج، ولما بتبص ناحية شباك الشارع بتشوف شخص ماسكه فيه النار، ولكن لما بتركز بتطلع تهيؤات. وبيتكرر الموضوع تاني لما بتشوف حشرات بتتحرك على ايد صديقتها بث في نفس المكان، ولكنها بتطلع تهيؤات للين. وبعد شوية بنشوف لين في المكتبة الخاصة بالكلية، وبتترعب لما بتسمع الصوت الداخلي للمكتبة وهو بيقول إن فاضل 5 دقايق وهتقفل المكتبة. وبتتحرك لين بره المكتبة، وبتلاحظ إن الأنوار اللي بتقرب منها وهي ماشية بتطفي، لكنها مش بتهتم. وبنشوف شعاع غريب حوالين منها، وبنشوفها مرعوبة وخايفة وبتكلم باث على التليفون عشان تطمنها، ولكنها فجأة بتشوف ناس شكلها مخيف بتظهر لها في كل مكان تمشي فيه. وبتحاول باث تطمن عليها لأنها بتكون متلخبطة، ولكنها بتطلب من باث إنها تقابلها لأنها حاسة بالخوف. وبتتحرك باث من مكانها وهي معاها على التليفون وبتكلمها، وبتتصدم باث لما بتسمع من لين نفس الكلام اللي سمعته منها قبل كده لما كانت بترد على تليفونها لما كانت بترن عليها شالي. وفجأة بيتفتح باب الكوبري بتاع القطر قدام لين، وبيظهر القطار من وراها وبتوصل باث في نفس الوقت، ولكنه بيكون متأخر. وبتشوف لين بتقع من فوق الكوبري وبيخبطها القطر، وأثناء ما القطر بيعدي بتشوف باث خيالات غريبة وشخص بيصرخ. وبعدها بتشوف لين وقع على الأرض جثة، وبتشوف إيديها بتكتب لوحدها رقم على التليفون. وبتتصدم باث من اللي شافته، وبتوصل الشرطة وبتلاقي في بقه نفس الحباية الحمراء اللي لقاها المفتش مع جثة أخته جين. وفي يوم العزة بيلاحظ براين حبيب لين كلام تايلر مع أصدقائها عنها، فبينزعج منهم. وبعدها بتسمعهم باث بيقولوا إنهم سمعوا من لين إنها كانت بتقول إنها بيوصلها مكالمات من شالي اللي ماتت، ولكن لما بترد بتلاقي نفس صوتها تقصد لين، وبتستغيث بحد عشان ينقذها. ومن الواضح إن اللي بيموت بيحاولوا يتصلوا بالشخص اللي عليه الدور في الموت. وبيغضب براين من الكلام ده، ولكنه بيتصدم لما بيشوف نفس الحشرات اللي شافتها لين في المدرج. وبعدها بيسيب المكان وبيمشي، وبيشوف نفس الأشخاص اللي شكلهم مرعب واللي كانت بتشوفهم لين، لكنه بيوصل للكافيه وبيكون متوتر. وبتوصل باث وراه وبتسأله عن سبب اللي هو فيه، فبيديها التليفون بتاعه عشان تسمع إن في مكالمة وصلته من لين في نفس الوقت اللي ماتت فيها، ولكن تاريخها بتاريخ اليوم. ولما بترد على التليفون باث بتسمع صوت براين نفسه وهو بيقول أنا نسيت التليفون علشان فكري مشوش. وبتخلص المكالمة على كده، وده نفس اللي حصل مع مكالمة لين. وبيعرفها إنه بيشوف حاجات غريبة وأشكال لناس مخيفة من وقتها، وبتهديه باث وبتقوله أكيد هتلاقي تفسير للي بيحصل ده، وبيسيبها وبيمشي، ولكنها بتنده عليه لأنه نسي تليفونه. وبيرجع لباث تاني وبيردد نفس الجملة إنه نسي التليفون بتاعه لأنه مشوش. وبعدها انفجر الخزان بتاع الصيانة اللي في المكان، عشان بعدها تفتح عينيها باث وتلاقي براين ميت قدامها، وبيخرج من بقه نفس الحباية الحمراء اللي كانت مع لين وشالي.
وبتوصل الشرطة ويتحقق معاها، وبتقول لهم إن براين وصلته رسائل من لين بعد ما ماتت وبعدها هو مات. ونفس الكلام حصل مع لين قبل ما تموت، كانت بتستقبل رسائل من شالي اللي ماتت قبلها، وبترفض المحققة إنها تصدق رواية بث، وبتقول لها إننا فحصنا تليفون براين وما لقيناش أي أثر للرسائل دي، وبتسيبها وبتمشي. وبيلحق المفتش جاك بث وبيقول لها إن أخته ماتت قبل موت شالي، وإنها كانت بتحصل لها حاجات غريبة قبل ما تموت، وبتقول له بث إن في رابط مشترك بين موتهم، وبيديها رقمه عشان لو وصلت لحاجة جديدة تكلمه. وبتوصل بث للبيت وبتلاقي مجموعة رسائل على الأرض، وبتبص على الرسائل كلها، ولكنها بتشوف رسالة غريبة ما بتهتمش إنها تفتحها وبتقطعها وترميها في الزبالة، لكنها بتسمع صوت جاي من المكتب، وبتتحرك على المكتب وبتشوف واحدة قاعدة على كرسي المكتب، وبتطلع تايلر، وبتكون في عز خوفها لأنها عارفة اللي حصل لبراين ولين، وبتقول لبث إنها عارفة إن الدور جاي عليها، ولكن بث بتطمنها وبتشيل البطاريات من التليفونات بتاعتهم. وبالليل ولما بيكونوا نايمين بتقوم باث على صوت تليفون واحدة فيهم بيرن، وبتنزل عشان تتأكد، وبتظهر تايلر فجأة قدامها وبيلاقوا إن البطاريات مفصولة، ومع ذلك التليفون رن. فبتاخد باث تليفونها الأول وبتبص فيه ومش بتلاقي أي رسالة، وبنعرف بعدها إن اللي رن أكيد تليفون تايلر، وبتلاقي تليفون فعلا منور وبتفتحه وبتلاقي نفس الرسالة اللي فيه بتاريخ الجمعة الجاية، وبتقول إن كده قدامها يومين بس، وبتشوف نفسها بتصرخ، فبترمي التليفون على الأرض. وبنشوف باث بتتناقش بحدة مع الدكتورة بتاعتها لأنها مش مقتنعة باللي بتشوفه هي وتايلر، وبتسيب لها المكتب وبتمشي، وبتروح عشان تبيع التليفون وتتخلص منه. وبعد نقاش طويل بينهم بتقرر تايلر إنها تكسر التليفون كذا حتة، وبعد شوية بيرجعوا البيت سوا وبيشوفوا شخص مستنيهم هناك، وبيعرفهم إنه كان ليه بنت وكانت ممسوسة، وبيعرض عليهم إنه يساعدهم، وبيدي تايلر تليفون جديد. وأول ما بتمسكه بيرن، وساعتها بترفض إنها تتكلم مع الراجل وبتديله التليفون، وبيضغلوا وبيرفضوا يقابلوه. وبعد شوية بنشوف المحقق جاك بيفتح متعلقات أخته جين، وبيلاقي تليفونها من ضمن المتعلقات. وبنرجع تاني لباث اللي بتقوم على صوت جرس الباب، وبتشوف نفس الرؤية اللي شافتها في أول الفيلم، وبتفتح الباب وبيطلع المحقق جاك، واللي بيأكد لها إن المكالمات والرسائل حقيقية وحصلت، وبيقول لها إنه عارف ده من تليفون أخته جين، وبيقول لها إن كل واحد فيهم وصلته مكالمة من الشخص اللي مات قبله. وبتقول له باث إننا لازم نتبع التسلسل ده عشان نعرف مين اللي بدأ السلسلة، وساعتها هنقدر نوقف اللي بيحصل. وبيقول لها جاك إن أخته قبل ما تموت كان بيجي لها مكالمات من واحدة ماتت اسمها ماري لينن، وبعدها بيتحركوا على مكان عمل الممرضة ماري بتعمل في دار للمسنين، وهناك بيفتحوا أوضة ماري وبياخدوا جولة في المكان. وبنشوف إن جاك بيشوف نفس الحشرات اللي كان بيشوفها براين ولين، وكمان بيشوف اللعب بقى شكلها مرعب. وبنروح لبث اللي بتشوف صورة لبنت صغيرة مع واحدة تانية، وبعدها بتسمع صوت جاي من الدولاب، وبتروح في خوف وحذر ناحيته، ولكن فجأة بيتفتح قدامها وبيقع منه لعبة، وبتترعب بث وبيدخل عليها جاك، وبيكون في إيده اسطوانة، وبيشغلوا الاسطوانة في اللاب، وبيلاحظوا إن المربية كانت بتصور البنت الصغيرة، وبيروحوا للأوضة اللي حصل فيها التصوير، وبيقفوا مكان الكاميرا اللي كانت بتصور، لكنهم مش بيلاقوها. وبنشوف باث بتدخل الحمام وفجأة بتسمع صوت بيرعبها جدا، وبيطلع الصوت صوت الرش اللي مع جاك، ولكنها بتسيب المكان وتخرج بره، وبيخرج وراها جاك. ولما بيواجهها بتقول إنها سمعت نفس صوت الرش ده قبل ما يموت جاك ولين. ولما بيدوروا في ملف الموتى اللي حصل الشهر اللي فات، فبيلاحظوا إن في بنت صغيرة توفت وكان عندها الربو، وكانت استجوبتها أخت المحقق جاك بسبب الحريق اللي حصل في الكنيسة واللي راح ضحيته والدتها. ولكن البنت دي طلعت آلي لينن، الأخت الكبرى لماري لينن. وبنشوف باث بتسيب رسالة لتايلر اللي تليفونها مقفول إنها محتاجة تطمن عليها. نروح لتايلر اللي لسه بتستعد عشان تقدم حلقة عن اللي بيحصل معاها، وبنشوف جاك بيدور على ملف معين وسط الملفات اللي كانت أخته جين مسؤولة عنها، وبعد شوية بيلاقي ملف ماري والدة آلي ولاري، وبيشوف مكتوب فيه إن لاري لينن دخلت المصحة والمستشفى في الشهر اللي قبل وفاتها. وبيشوف جاك وباث إن ماري والدتها هي اللي كانت بتعمل كده. وبتشوف باث في الأخبار إن طارد الأرواح الشهير هيقدم حلقة عن طرد روح شريرة على الهواء، والحالة اللي هتتعمل عنها الحلقة هي تايلر. فبتتحرك بسرعة باث على الاستديو اللي فيه تايلر، وفي الاستديو بتبدأ الحلقة، وبتشوف تايلر إن كل شيء بيتحرك في الاستديو. وبنشوف الكاهن بيحاول يطرد الروح الشريرة من التليفون،
وبدأ وقت تايلر خلاص ينتهي وتموت، وبتشوف إن كل شيء بقى غريب في المكان، وفجأة بتظهر ناس شكلها مرعب في المكان. وفي الوقت ده بتوصل بيث وجاك للاستديو، وبتشوف قدامها أطياف وخيالات، وبعدها كل شيء بيظهر يخنقها من رقبتها. وبتوصل بيث لداخل الاستديو، وبتكون الدنيا كلها فوضى، وما بتشوفش تايلر غير وهي واقعة على الترابيزة جثة. والغريبة إن كل شيء اتصور في الاستديو، ولكن لما بيراجعوا عشان يشوفوا بيلاقوا الشريط فاضي. وبعدها على طول بيرن تليفون بيث، وبتعرف بيث إن كده الدور عليها، وبتطلع التليفون وبتلاقي إن الرسالة اللي وصلت بتاريخ غدا، ومعناها إنه قدامها بكرة بس لآخر اليوم. وبتوصل لقسم الشرطة، وبيحاول جاك يفهم رئيسه حقيقة اللي بيحصل، ولكنه مش بيقتنع. وبترجع بيث وبيوعدها جاك إنه مش هيسيبها لوحدها. وبعد شوية بيوصل تليفون لجاك إنهم لاقوا الطفلة لوري أخت ألي اللي ماتت، وهي في دار للأيتام بعد ما الحريق قضى على المستشفى في أول الفيلم. وبيوصلوا لدار الأيتام وبيقابلوا لوري وبيحاولوا يسألوها عن مكان والدتها، ولكنها مش بترد. وبنعرف من المشرفة على حالتها إنها من يوم الحريق بتاع المستشفى وهي مش بتتكلم. وبتقرر بيث إنها تدور في كل مكان عن ماري والدة لوري لأن الحل عندها. فبتروح المكتبة وبتدور على أي معلومات عن حريق المستشفى، وبنشوفها بتقوم تتحرك في المكتبة، وبتبدأ تشوف أشكال الناس بقت مرعبة. وبتتصدم بيث ولكن مش معاها وقت عشان تضيعه، وبترجع تاني لصفحة البحث الخاصة بكمبيوتر المكتبة، فبتلاقي صورة دكتور ظاهرة في الصفحة. فبتروح للدكتور اللي كان بيتابع حالة لوري في المستشفى اللي بدأ فيها الحريق، وبتسأله إذا كان شاف والدة لوري في نفس يوم الحريق. فبيقول لها إنها أصلاً ما سابتش المستشفى ولا يوم من وقت بنتها ما دخلتها. فتبدأ تستنتج بس إن ماري مش مختفية، ولكنها ممكن تكون ماتت في الحريق بتاع المستشفى. وبتتصل بجاك وبتعرفه إن أكيد جثة ماري لسه في المستشفى والشرطة ما قدرتش توصل لها، وممكن تكون روحها بتنتقل عبر التليفونات، وهي السبب في كل حالات الوفاة اللي بتحصل لنا. وبتبلغوا إنها هتسبقوا على هناك. وبتوصل للمستشفى، ولما بتحاول تفتح الباب الرئيسي مش بيتفتح، وبنشوف إن في شخص جوه بيتحرك في المكان. وبتحاول تدخل من الباب التاني لكنه مش بيتفتح، وأول ما بتلتفت عشان تمشي بتلاقي الباب بيتفتح لوحده. فبتدخل جوه المستشفى وبتكون الدنيا ضلمة، ولما بتحاول تنور النور قبل ما تيجي جنب الكهرباء بتلاقي المكان اشتغل لوحده. وبتفضل تتحرك في المكان وبتسمع أصوات مرعبة حواليها، وبتطلع للدور اللي فوق في المستشفى، وفجأة بنشوف طفل صغير بيتحرك من وراها، ولما بتحس بيه بتلتفت مش بتلاقي حد. فبتتحرك عشان تدور عليه، وبتدخل أوضة من الأوض وبتسمع صوت رنة تليفونها، وبتلاقي دمية صغيرة مرعبة هي اللي ماسكة التليفون. فبتترعب وبترجع من مطرح ما جت، وبتحاول إنها تهرب من المكان وتخرج بره المستشفى، ولكنها بتلاقي كل البيبان مقفولة، وبتشوف حشرات كتير في الأرض بتمشي على رجليها. فبتتفزع، وفجأة بنشوف حد بيسحبها لورا وبعدها بيسيبها وبيختفي فجأة. فبتلاقي جاك في وشها وبياخدها علشان يخرجوا من المكان، ولكن بنشوف إن في حد بيمسكها من شعرها بإيديه، وبعدها بنشوف من قوة الخبطة وش الشيء ده بيطبع في الباب. فبيقرروا يدوروا على مخرج تاني، وبيدخل أوضة من الأوض وبيشغل الكشاف بتاعه جاك، وفجأة بنشوف حد بيظهر وبيرمي جاك لخارج الأوضة، وبتتقفل الأوضة على بيث. وبعدها بيرن تليفون تاني جنبها، وبتاخد التليفون وبتكسره، وبتلاقي إن شباك التهوية اتفتح لوحده، وساعتها بتدخل منه وبتفضل تتحرك جواه. وبيفوق جاك من الخبطة وبيحاول يدخل الأوضة، وبنرجع لبث اللي بتوصل لآخر فتحة التهوية، وفي حاجة بتتسمر مكانها، وبتبص جنبها، وبعدها بتترعب لما بتشوف جثة ماري جنبها، وبيكون في إيدها تليفون، وبتاخد التليفون وبتحاول تكسره، وبعدها فجأة بتلاقي جثة ماري بتتحرك وجاية عليها. فبتحاول تهرب منها لبره المكان، ولكنها بتتمكن منها، وبتفضل تقول بيث نفس الجملة اللي المفروض تقولها قبل ما تموت. وبعدها بنشوف جاك دخل الأوضة وبينزل تحت وبيلاقي بيث لسه عايشة، وبعدها بتقول لجاك ماري جابتني هنا مش عشان تقتلني، بالعكس دي جابتني هنا عشان تنقذني من اللي كان هيقتلني واللي لسه مش عارفين مين هو. وبنشوف إن الشرطة بتاخد تليفون جاك اللي وقع في الموقع وبيكون من ضمن الأدلة، وبيوصل جاك بيث للبيت وبيرجع للوري عشان يبلغها إن والدتها توفت، وهناك بيلاقي اسطوانة كاميرا المراقبة داخل الدبدوب، وبيشغل الاسطوانة وبيتفاجئ إنه بيلاقي إلي هي اللي كانت بتأذي لوري وبتعورها في إيديها وجسمها،
والمربية بتاعتهم اللي كانت حاطة كاميرا المراقبة في الدبدوب عشان تعرف سبب أذية لوري. بتدخل عليها قبل ما تقتل إلي وبتاخد لوري وبتتهم إلي إنها السبب في كل جروح لوري كل شوية، وبتقفل عليها باب الأوضة ولأن إلي مريضة بالربو وفي الوقت ده كانت محتاجة الأنبوب بتاعها، ولكنها بتطلع فاضية فبتموت. وقبل ما تموت كانت بتحاول تتصل برقم جين أخت المفتش جاك، ومن هنا بدأت اللعنة. ولكن بتظهر لوري في المكان وبيقول ليها جاك إن والدتها ما كانتش بتأذيها ولا حاجة، إنما اللي بيأذيها كانت إلي أختها، ولكنها بتقوله بس كانت بتديني حلوى، وبتطلع الحلوى من جيبها وبتكون نفس الحباية موجودة مع باقي الجثث. فبيتحرك جاك بسرعة على بيت بيث، ولكن في مصلحة الأدلة بنشوف إن تليفون جاك بيرن، فبيخرجوا المسؤولة وبيرد عليه، وبيلاقي رسالة من تايلر اللي ماتت آخر واحدة لجاك المحقق. وبنشوف إن في حد مع بيث في البيت، ولما بتسمع صوت بره وبتخرج لبره بتشوف خيال طفل وبيتحرك لبعيد، وبيحاول جاك يتصل ببيث، وفجأة بيرن جرس الباب وبتفتح بيث وبيطلع جاك وبيقول لها إن إلي هي اللي عملت أول مكالمة وماري بريء، ولكن بيخبط الباب عليهم وبيروح جاك عشان يفتح، ولكنها بتحاول تلحقه قبل ما يبص من العين السحرية، ولكن حد بيضربه بالسكينة في وشه من بره الباب. وفجأة كل حاجة بتتكسر وبتنهار، وبيتفتح الباب وبتظهر إلي بشكلها المرعب وبتحاول تقتل بيث، ولكن فجأة بتظهر ماري وبطريقة ما بترجع روح إلي للتليفون تاني، وبعدها بتختفي. وبكده ينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.